واخيرا يا جماعه فيديو الفسيخ خلاص وصل. معلش سامحوني على التاخير، بس انا قلت اتاخر عليكم شويه علشان الفسيخ ينزل لكم قبل شم النسيم مباشره. طبعا السمك بتاعنا لازم يا جماعه يكون جاي صابح وطازه. السمك ده كان جاي عندي لسه صاحي، هوريكم دلوقتي ان السمك كان لسه صاحي. السمك ده طبار مش بوري، علشان الناس اللي في التعليقات وهتقولي ده طبار مش بوري. ايوه يا جماعه ده طبار مش بوري. شايفين السمكه عامله ازاي؟ السمكه لسه صاحيه. انا حاولت ان انا هنا مسرعش الفيديو علشان اوريكم ان السمك كان لسه صاحي معايا. نعرف ازاي ان السمك بتاعنا لسه صابح؟ السمكه بتكون عينيها بتلمع، بطنها حمرا، بقها احمر، النخشوش بتاعها لسه احمر. السمكة يا جماعة بتاعة الفسيخ ما ينفعش تكون مجمدة ولا متلجة نهائيا، لازم السمك يكون لسه جاي صابح. هنعمل ايه بقى بعد كده؟ عايزاكم تركزوا كويس جدا في الفيديو علشان هقول فيه كل التفاصيل بتاعة الفسيخ. ومش هتشوفوا الطريقة دي يا جماعة على النت خالص، لان الطريقة اللي كل الناس بتعمل بيها الفسيخ مش هقول لكم غلط، طبعا كل واحد حر في الطريقة بتاعته، بس الطريقة اللي انا هقولها لكم دي هي اصل الفسيخ. طبعا لاني عايشة في بلد ساحلية اللي هي اصلا اصل السمك والفسيخ، وبعيدا عن اني عايشه في بلد ساحليه فانا امي من نبرو اللي هي الفسيخ بذات نفسه. يلا بقى نشوف هنعمل ايه. انا بقى كل اللي انا عملته هنا ان انا فضيت السمك بتاعي من الكيس الاسود اللي جاي فيه من السوق وحطيته على صينيه، علشان بس اوريكم ان السمك كان عندي لسه جاي صابح وطازه. حطيت السمك في اكياس تانية، وجبت بقى الجردل اللي انا هملح فيه السمك وحطيت فيه السمك، وهسيبه بالظبط كده 9 ساعات. 9 ساعات، ايوه، من غير غسيل ومن غير اي حاجه. المرحله دي يا جماعه اسمها مرحله تفويت السمك. بس طبعا بما ان احنا خلاص في الحر، الجو دلوقتي يعني الشوارع حر والبيوت لسه برد شويه، فاحنا هنحط السمك ده قد ايه بالظبط؟ 9 ساعات كافيين جدا في الوقت ده، وكمان 8 ساعات كافيين جدا. هنجهز بقى الملح بتاعنا. احنا هنستخدم يا جماعه ملح خشن او ملح بحر او ملح كريستال زي ما بتسموه. هنحتاج لكل كيلو من السمك من 400 ل 500 جرام من الملح، ولازم زي ما قلت لكم كده الملح بتاعنا يكون ملح خشن. انا حطيت على 2 كيلو ونص من الملح لاني هملح النهارده 6 كيلو من السمك، فدول 2 كيلو ونص من الملح. حطيت عليهم معلقه كبيره من الكركم، معلقه من بتاعه الاكل كبيره من الكركم، وهقلبهم مع بعض كويس جدا. هنشيل بقى الملح بتاعنا على جنب شويه. جبت بقى الجردل اللي فيه السمك بعد 9 ساعات بالظبط يا جماعه. لو احنا كنا في الحر بتاع الصيف اللي هو بتاع 7 و8، كنت قلت لكم سيبوه في قلب الجردل ساعتين 2 بس علشان الحر. ولو احنا كنا في الشتاء كنت هقول لكم سيبوه في قلب الجردل 24 ساعة. بس طبعا زي ما قلت لكم كده الجو دلوقتي البيوت لسه برد شوية والشوارع لسه حر، فاحنا هنسيبه من 8 ل 9 ساعات. هتلاقوا بقى ان السمكه بدات تتنفخ معاكم شويه، بس السمكه ما باظتش يا جماعه خالص، السمكه لسه حلوه وزي الفل. لو عايزين تشووها دلوقتي تقدروا تحطوها في الفرن وتشووها، السمكه ما باظتش. علشان الناس اللي هتقولي انت كده بوظتي السمكه والسمكه باظت منك، والله يا جماعه السمكه لسه زي ما هي زي الفل. هي بس الفكره كلها ان السمكه بدات تتنفخ معايا شويه. هنعمل ايه بقى بعد كده؟ هناخد السمك بتاعنا ده وتحت الحنفيه هنغسل السمك كويس، وبرده مش عايزاكم تبالغوا في مرحله الغسيل. يعني احنا في الاول كده بنشطف السمكه زي ما انتم شايفين، انا ماسكه السمكه من فوق كده من عند دماغها، بشطفها كويس جدا. ولما باجي اغسل النخشوش بقلب السمكه كده لتحت، لاني مش عايزه الميه تدخل في بطن السمكه من جوه. انا عايزه الميه تدخل تغسلي النخشوش والميه تنزل، ما تدخلش في قلب بطن السمكه من جوه. يعني انا مش عايزه السمكه تشرب معايا ميه. فاحنا هنغسل السمكه ومش هنبالغ في الغسيل. اظن كده قدامكم الخطوات واضحه. انا بغسل السمكه وانا ماسكاها من دماغها كده من فوق، انزل بقى كل الحاجات اللي عليها. ولما باجي اغسل النخشوش بقلب السمكه كده لتحت، علشان الميه ما تدخلش معايا بطن السمكه من جوه، الميه تنزل في قلب النخشوش وتنزل في قلب الحوض. كده خلاص هنغسل السمك بتاعنا كله بنفس الطريقه. هنحط السمك في قلب مصفى، مش هنسيبه بقى ولا ساعتين ولا 3 يصفي الميه والكلام ده كله. مفيش، بالظبط 5 دقايق السمك هتحطوه في قلب المصفى، وبعد 5 دقايق هتشيلوه على طول. اصلا السمك مش شارب معانا ميه خالص، وعلشان اتاكد برضو ان السمكه بتاعتي مش شاربه معايا ميه خالص، بمسك السمكه في ايديا كده وبضغطها كويس جدا. الضغطه دي بتنزل بقى لو فيها اي نقطه ميه زياده بتنزلها. كده خلاص السمك بتاعي بقى جاهز عندي على التمليح على طول. هنجيب بقى الجردل بتاعنا وهنحط في قلبه شويه ملح صغيرين في ارضيه الجردل زي ما انتم شايفين بالشكل ده. وطبعا انا مش مسرعه الخطوات خالص، انا عامله الفيديو بطيء جدا اهو، علشان تشوفوا كل الخطوات زي ما انا عاملاها بالظبط. هنجيب الجردل بتاعنا، هناخد حفنه من الملح كده في ايدينا نحطها في ارضيه الجردل، وما تحطوش ملح كتير في الارضيه. وانا مش بحشي النخشوش بتاع السمكه ملح خالص، بس طبعا يعني لو انتوا حابين تحطوا نص معلقه كده في كل ناحيه براحتكم خالص حطوا، هي مش هتفرق كتير، يعني حطينا او ما حطيناش هي مش هتفرق كتير. هنعمل ايه بعد كده؟ زي ما انتوا شايفين كده هنرص السمك بتاعنا
عكس عكاس، يعني راس عكس ديل. وطبعا زي ما انتم شايفين كده انا بحاول ان انا اخلي الفيديو بطيء جدا علشان تشوفوا الراسطه بتاعت السمك عامله ازاي. بين كل راسطه وراسطه بقى هنحط حفنه من الملح. اهم حاجه انكم تتاكدوا ان الملح جاي على كل السمك، مش بنحط كميات كبيره، بس بالنظر كده بتلاقوا ان السمك بتاعكم كله متغطي بالملح. بنرجع نعمل راسطه تانية وبنفس الطريقه كده. اهم حاجه راس عكس ديل وبطن في ظهر، يعني ظهر السمكه في بطنها. انا مش عارفه واصله لكم المعلومه ولا لا، بس زي ما انتم شايفين كده انا بحط بطن السمكه في ظهرها وراس عكس ديل. تمام كده. هنرجع تاني نحط طبقة تانية من الملح، وبرضو يا جماعة مش بنحط طبقة كبيرة من الملح، هو بالنظر كده ومع الإحساس. طبعا عينينا بتكون ميزان وإيدينا بتكون ميزان، بندي رشة بس كده فوق السمك، يعني مش بنحط ملح كتير جدا. هنعمل بقى كده لحد لما نخلص كل كمية السمك اللي عندنا، راس عكس ديل وبطن في ظهر. هنعمل ايه بقى اخر خطوة، ودي يا جماعة بقى اهم خطوة، ان احنا نغطي السمك بتاعنا كله بالملح. ما ينفعش بقى ان احنا نسيب حته من السمك باينه، وطبعا دي اهم خطوه في الموضوع كله. هتقولوا لي يا مروه كميه الملح اللي على الوش دي كتيره جدا والسمك هيكون مملح جدا. هقول لكم لا يا جماعه، اللي بيملح السمك جدا عدد الايام بتاعه التمليح، مش كميه الملح، عدد الايام بتاعه التمليح. هنحط عليهم نص كوبايه من الزيت، دول 6 كيلو من السمك حطيت لهم نص كوبايه من الزيت. هنقفل بقى الجردل بتاعنا كويس جدا وهنلف عليه لزق من بره مره مرتين كده علشان نتاكد ان هو متقفل معانا كويس جدا. ولازم يا جماعه الجردل بتاعكم يكون محكم، تسمعوا صوت التكه كده وانتوا بتقفلوا. طيب يا مروه السمك بتاعنا ده هنفتح عليه بعد قد ايه؟ هنفتح عليه بالظبط يا جماعه بعد اسبوع. النهارده 28، انا عامله السمك ده امبارح. طبعا انا عامله الفيديو امبارح بنزله لكم النهارده، فانا ان شاء الله هفتح على السمك بتاعي يوم 4/5. انتوا ان شاء الله لو هتعملوه النهارده هتفتحوا عليه يوم 5/5 قبل شم النسيم بيوم. هناخد بقى الجردل بتاعنا ونحطه في قلب رف في المطبخ كده يومين 3. بعد يومين 3 هتلاقوا ان الفسيخ خلاص بدأ يطلع له ريحه. ده الطبيعي يا جماعه، احنا عاملين فسيخ والفسيخ لازم يطلع له ريحه. هناخد الجردل بتاعنا ده ونحطه في البلكونه علشان بس ريحه الشقه، وما تحطوهوش في الشمس يا جماعه. البلكونه بتاعتكم تكون حته حلوه كده وما بيطولهاش شمس. وان شاء الله بعد اسبوع من دلوقتي هتاكلوا احلى فسيخ اكلتوه في حياتكم. طبعا اللي حابب يشوف الفيديو واحنا بنفتح على الفسيخ، الفيديو موجود على الصفحه وهسيب لكم اللينك في التعليقات. كل حبايبي ومتابعيني شافوا الفيديو قبل كده والحمد لله الفيديو جاب 2 مليون مشاهده. يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، واشوفكم على خير بقى في الفيديو اللي جاي. مع السلامه.